السلام عليكم، معكم احمد شوقي، وان شاء الله في الفيديو ده هنعمل الايفكت اللي انت شايفه ده اللي هو ايفكت التكست. هنعمله مع بعض وان شاء الله الطريقه تكون سهله. طيب عشان تعمل الايفكت اللي انت شفته في الاول ده تكتب اي كلمه انت عايزها. انا هكتب مثلا شوقي زي ما انت شايف كده. وفي طريقتين، الطريقه الاولى انك تدوس كده كليك يمين وبعدين كرييت شيبس فروم تكست دي، وبعدين هتلاقي حولها كده ايه لاوت لاين او شيب كده زي ما انت شايف. هتنزل هنا عند الكونتنتس دي وبعدين تكتب هنا بس، وتدوس على ايه كي فريم للحاجات دي كلها، البسات دي كلها، وتبتدي ايه تحرك كده عادي من البوينتات دي. تمام، بس دي طريقة صعبة وايه وفيها خطوات كتير شوية. الطريقة الأسهل واللي أنا بفضلها هتدوس هنا عند لاير وبعدين تنزل تحت كده هتلاقي حاجة عندك اسمها أوتو تريس، وبعدين تدوس على أوكي. هو تلقائي عاملها لك كده زي ما أنت شايف، قسمها لك زي ما أنت شايف كده. وبعدين لو دوست حرف اليو هتلاقيه عامل لك كفريمات كده لوحدها. باجي كده يمين شوية بالعصاية دي، بعدين هدوس هنا دوسة وأعلم كده ايه على البوينتات دي كلها. ولو في بوينت مثلا مش متعلمة ادوس على شيفت وادوس دوسة بس على البوينت دي كده، وبعدين هشد الكلمة دي كلها لحد هنا كده مثلا، اخر بس الكلمة اللي تحت دي، وبعدين هنا ادوس حرف اليو برضه زي ما انا شغال عادي، واشغل كده هتلاقيه عملت معايا بالشكل ده. حلو قوي. طب التلاتة دول اللي انا عايزهم، واللي باقي دول ممكن امسحهم او اسيبهم عادي يعني مش تفرق معاك كتير. هدوس اف 9 على الكفريمات دي، اتحكم في الجرافيك سبيد ده، اخليه كده ايه سريع في الاول وبطيء في الاخر. يعني اعمل الجراف زي ما انت شايف كده كده ايه معنى الجراف ده اللي هو سريع في الاول ونازل ايه بطيء في الاخر كده، بالظبط كده. سيلكت كده على الكفريمات دي واجيبها يمين كده شويه. حلو اوي الكلام ده. تمام. الكلمه بتاعتي عايزه تطلع من هنا كده وبعدين ايه دي تظهر كده. هدوس على حرف البي، شيفت وحرف البي، او اربطها بنال اوبجكت اي حاجه زي ما انت عايز يعني، بي اللي هو البوزيشن. وبعدين كده شمال شويه واشد الكلمه كده كلها ايه ناحية الشمال أو اليمين زي ما أنت عايز يعني، أو من فوق أو من تحت. حلو كده، دوس حرف اليو شوف الحركة بتاعتنا. ده البوزيشن، أتحكم في البوزيشن بس أظبط الجرافيك سبيد بتاعه، أخليه كده سريع في الأول وبطيء في الآخر بالظبط كده. تمام. نظبط التايمنج بقى، يعني مثلا إيه أنا عايز مثلا قبل ما تنتهي كده تكون كلمة شوقي دي إيه الشين كده طالعة كده. تمام. وبعد ما كتبنا الكلمة كده هنكتب الكلمة اللي بالإنجليزي كده فوق اللي هي أحمد شوقي. طبعا البلجن دي كنت اتكلمت عليها قبل كده، اسمها تايب بلجن. هتدوس هنا على كنترول وشيفت وتدوس كده دوسة هنا، هتلاقيه حول لك كده ايه الكلمة دي لحروف كده. هنقطعها لك لحروف بدل ما تعملها انت يدوي. انا هجيب كده ايه الشيب ده وارسم كده شيب عادي خالص، واسلكت كده على الحروف دي كلها وادوس هنا اشدها كده من تراك مادة واشدها على الشيب اللي انا لسه عاملها عشان يعمل لي ماسك على الحروف بتاعتي. ممكن اخليه زي ما هو كده واخليه تحت عادي مش تفرق يعني في الاصدار الجديد. انا عايز مثلا الحروف ايه تظهر من اول ما الشين ما بتتكتب كده. فانا هاجي كده الحروف وادوس حرف البي، اسحبها كده واخليها كده ايه يمين شوية كده، وهاجي هنا هنزل تحت وهاجي في النص كده اطلع الكلام ده كله ايه لفوق. طبعا لو الشيب ده ما يعني عمل لك قط كده فممكن إيه انزل الانكر بوينت كده اخليها تحت، او ممكن تتحكم فيها من هنا عادي لو مش عندك البلجن دي. وبعدين اكبر كده واشغل كده الفيديو. تمام حلو اوي. انا سيلكت كده على الكيفريم بتوعه كلهم عشان اقرب الكيفريمات دي كده شوية. طبعا تشد كده مش هتحصل معاك، فهدوس على الت وبعدين اسحب كده عشان ايه يقلل المسافات ما بينهم بحيث يكون الحركة اسرع شوية. تمام حلو اوي. هدوس اف 9 وبعدين اجي عند الجرافيك سبيد او الجرافيك اديتور بتاعي ده وسيلكت كده على دول، وبعدين اسحب دي كده يمين شوية وبعد كده اسحب دي العكس كده عشان انا اشغل كده الفيديو بتاعي او اشغل يحصل ايه يحصل انيميشن اللي انت شايفه ده سريع في الاول وبطيء في النص
وسريع في الاخر. ده الحركه الطبيعيه اما تيجي ترمي مثلا حاجه في الهواء بتديك نفس الانيميشن ده. ممكن اسرعهم برضو شويه، ادوس على الت وبعدين اجيبهم كده شمال شويه. انا عاوزه مثلا يبدا من ايه، من اول ما الشين كده عامله، من اول ما الشين اتحركت. حلو أوي الكلام ده. طبعا الحروف بتاعتي كلها كأنها ايه، كلمة واحدة كده، مفيش فيها ايه، مفيش فيها افكت اللي احنا عايزينه يعني. فنسلك كده على على الحروف. طبعا لازم ايه تكون بالترتيب عشان ما يحصلش معاك اي حاجة. لو مش عندك البلجن دي هتضطر انك تعملها يدوي، فانا عندي البلجن دي بتسهل الدنيا عليا شوية، فبدوس هنا دوسة واشغل كده الفيديو بتاعي واشوفه. وبس كده نكون خلصنا الافكت زي ما انت شايف. طبعا بقى انت ممكن تضيف ديب جلو، ممكن تغير اللون، ممكن تعمل اي حاجه انت عايزها يعني. واهم حاجه في الاخر ما تنساش لايك وشير والحاجات دي. وشكرا.